بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل فيه أكلة اقتصادية وعلى قد الإيد. وكمان أكلة حلوة أوي في الشتاء. أمهاتنا زمان كانت بتعملها لنا في الشتاء. عايزة أقول لكم إن هي طعمها تحفة. أكلة النهاردة اسمها مدفونة البطاطس في الرز أو كشري البطاطس. يعني رز وبطاطس مطبوخين مع بعض. أكلة زي ما قلت لكم اقتصادية، وكمان في نفس الوقت سريعة، ما بتاخدش وقت كتير. يعني الطبخة دي كلها في حلة واحدة. يلا بينا نشوف الفيديو. بس قبل ما ابتدي الفيديو بفكركم دايما، يا ريت ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تساعدوني وتنزلوا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منها كل جديد. يلا بينا نشوف عملت ايه. انا عندي هنا 4 بطاطسات كبار. بجيب البطاطس الاول، انا بحب ان انا اقشرها وبعد كده اغسلها، وبعد كده بقطعها بقى الحجم اللي انا عايزاه، وبعد كده بغسلها تاني. يعني انا بغسلها قبل التقطيع وبعد التقطيع. بتاخدي البطاطسايه بتقطعيها شرايح كأنك هتعمليها بطاطس شيبسي بالظبط، وبتاخدي كل صابع من اللي انتي قطعتيه من البطاطس بتقطعيه مكعبات صغيره. انا عايزه هنا البطاطس ولا هي سميكه قوي ولا هي رفيعه قوي، علشان ما تتهريش. لو هي رفيعه قوي هتتهري معايا، وفي نفس الوقت لو هي سميكه الرز هيستوي وهي مش هتستوي، لان الاتنين هيستووا مع بعض. زي ما انتوا شايفين اهوت بقطعها شرايح، وبعد كده باخد كل واحده بقطعها بالطول صوابع، وبعد كده باخد كل صابع بقطعه مكعبات صغيره. البطاطس على حسب الكمية اللي انت حباها. يعني في ناس بتحب البطاطس كتيرة، يعني الأكلة دي لو انت بتحب البطاطس كتيرة في قلب الأكل زودي، حباها قليلة قللي. انا هنا حابه البطاطس تكون كتيره فانا مزوده. يعني ال4 حبات من البطاطس دولت عاملاهم على اكتر من كيلو من الرز، يعني حوالي كيلو وربع من الرز. عايزه اقول لكم ان الاكله دي جميله جدا في البرد، يعني بتدفي. اكله يعني زي الاكلات اللي هي الكشري الاصفر، الرز والبطاطس، اللي هو البطاطس المحمره. زي ما قلت لكم اكله اقتصاديه، وكمان في اي وقت هتقومي تعمليها. طبعا بيكون عندنا الرز في البيت والبطاطس وكمان الصلصه، يعني مش هتحتاجي ان انت تكوني مضطريه ان انت تشتري حاجه من بره. هنا خلاص بعد ما قطعتها مكعبات، وزي ما قلت لكم بعد ما اقطعها هغسلها تاني. انا هنا غسلتها اهوت ونقعاها في قلب الميه. هسيبها بقى كده في قلب الميه لغايه ما هشوف هنعمل ايه. هجيب بقى حله واحط، انا هنا نقعاها بدون اي حاجه، مش حاطه لها ملح ولا خل ولا اي حاجه، مجرد بس ان انا حاطه لها شويه من الميه. هروح بقى على البوتاجاز وهجيب حله وهحطها على البوتاجاز. هضيف لها بصلايه كده متوسطه. وهحط عليها شويه من الزيت وهقلبها. البصلايه هنا انا مقطعاها ناعمه زي ما انتوا شايفين. لو انت حابه ان انت تعمليها بدون بصل، ممكن ان انت تقدحي الزيت او تسخني الزيت قوي، وبعد كده تضيفي عليه الصلصه على طول. ده لو انت حابه ان انت تعمليها بدون بصل، بس البصل بيديها طعم. هنا انا عايزه البصلايه ان هي تدبل، مش عايزاها تلون. علشان ما تديش لون للرز مع اللون بتاع الصلصه. انا عايزه الرز ياخد من لون الصلصه، مش ياخد من لون تحمير البطاطس. زي ما انتوا شايفين اهوت خلاص هي بدأت ان هي تدبل. بعد كده هصفي البطاطس وهضيفها على البصل ان هي تاخد تشويحة معاها. لغاية دلوقتي الأكل سهل أهوت ومفيش في أي حاجة. بعد كده بعد ما ضفت البطاطس مجرد ان انا هديها تشويحة زي ما قلت لكم، وبعد كده هضيف عليها الصلصة. هنا البطاطس انا ما هضيف عليها الصلصة، انا عايزاها تاخد غلوة واحدة بس. غلوة واحدة ليه؟ يعني تعتبر ان هي يعني اخدت نص تسوية، النص التاني هتاخده مع الرز. لان طبعا الرز بيستوي بسرعة والبطاطس بتاخد يعني بتغيب شوية عن الرز. فانا هنا هضيف لها الصلصة وهضيف لها البهارات بتاعتها. وعلى ما هي تكون غلت يكون انا غسلت الرز، وبعد كده هحط الرز عليها وهنظبط المية. هنا خلاص اهوت بعد ما اديتها تقليبة مع البصل هحط لها بقى الصلصة.
الصلصة دي معمولة في البيت، صلصة بيتي اهي زي ما انتوا شايفين، وبسم الله ما شاء الله ده لونها الطبيعي. الطماطم دي كانت الطماطم بتاعة الصيف، اخر مرة كنت انا مفرزاها معاكم، هو ما عادش عندي غير كيس واحد، فان شاء الله هنجيب تاني ونعمل بأمر الله. بعد كده بحط لها بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود. لو انتي بتحبي الرز يكون فيه يعني بتحبي طعم الكمون في الرز، ممكن تضيفي كمان معلقة صغيرة من الكمون ده لو انتي بتحبيه. انا هنا ضفت ملح وفلفل اسود بس. بعد كده هدي بقى الكل ده تقليبة مع بعض، وبعد كده هحط لها المية حطها من الحنفية عادي، وبعد كده هسيبها ان هي تاخد غلوة زي ما قلت لكم لغاية ما اغسل الرز. آه، في ناس بتقول احنا عايزين اكلات اقتصادية كتيرة علشان اللحوم بتبقى غالية والفراخ غالية والاسماك برضو غالية. دي اكلة اقتصادية هي زي ما قلت لكم، وميزتها ان هي ما بتاخدش وقت. يعني الرز والبطاطس وحطيتي عليها الصلصة وحطيتي عليها شوية البهارات والمية، وهتسيبيهم ان كل حاجة يعني كلهم يستووا مع بعض والاكلة هتكون خلصت. يعني لو انتي محتارة ان انتي تعملي ايه بسرعة هتقومي تعملي الاكلة دي. بعد كده بعد ما حطيت البطاطس حطيت لها الميه اهوت، وهغطي عليها زي ما قلت لكم تاخد لها غلوه يكون انا غسلت الرز كده خلاص اهوت. انا هنا معلش على البخار، هنا انا بشوف واحده بس ما وضحتش. الواحده اهوت شايفين بتتكسر معايا بصعوبه بس اتكسرت معايا. ده اللي انا عايزاه، ان هي ما تكونش استوت قوي وكمان في نفس الوقت ما هياش نيه. بعد كده بضيف الرز هنا ده كان حوالي كيلو وربع من الرز. طبعا انت حابه تزودي حابه تقللي براحتك. بقلب بقى ده كله مع بعضه، وبعد كده هتظبطي الميه. انا في الاول محطتش ميه كتير مع البطاطس علشان ما اضطرش اما اجي اضيف الرز الاقي الميه كتيره واقلل من الميه، والميه اللي انا هقللها دي هكون واخده من الصلصه علشان مرميش صلصة. فعلشان كده انا ضفت شوية مية قليلين في الاول، وبعد كده بظبط المية بحط لها بقى المية اللي هي عايزاه. هي كده خلاص، بعد كده بقى هغطي عليها. بس مش معنى كده ان انا هسيبها ان هي تتشرب كده وبعد كده اهدى عليها النار زي الرز الابيض، لا. هنا كل شوية هفضل اقلب فيها لغاية ما تتشرب معايا. يعني زي ما انتوا شايفين اهيت بتغلي وبدأ الرز ان هو يشرب المية، هفضل اقلب. طب ليه؟ علشان الصلصة ما تلزقش في الحلة. ده صلصة، لو انا سبتها كده لغاية ما تشرب المية هلاقي الصلصة دي اتحرقت معايا. شايفين اللي انا طلعتها من ارضية الحلة ولسه ما شربتش المية بتاعتها، يعني عملت ارضية ولسه ما شربتش المية بتاعتها. فلازم كل شوية افضل اقلب لغاية اما تشرب المية. وكمان اما تشرب المية واجي اهد عليها النار كمان هفضل اقلب فيها. هنا شربت المية اهوت، وبرضو بفضل اقلب فيها لغاية ما تستوي. لو انتم ملاحظين شايفين الجنب بتاعها، معلش البخار بس انا بوريكم الجنب بتاعها اهوت. الجنب بتاعها مش لازق فيه الصلصة خالص، الحلة نظيفة مفيش فيها اي حاجة. في ناس بيتبقى منها رز اللي هو بتاع المحشي، فبتطبخه وبتشتكي دايما اما باجي بطبخه بلاقيه بيتحرق معايا في قلب الحله. ليه؟ لانك انت بتسيبيه يغلي وما بتقلبهوش طول ما هو على النار لغايه ما يستوي، تسيبيه كده زي الرز الابيض بالظبط. لا، تسويته سويه زي الرز دوت، هتلاقيه طالع معاكي جميل ومش لازق في قلب الحله. ده الرز اهوت بعد ما استوى، شايفين ما شاء الله لونه. وعايزه اقول لكم طعمه كان تحفه، والله العظيم كان عاجبهم وطعمه تحفه، ويكفي كمان ريحته. وزي ما قلت لك لو انت بتحبي ريحه الكمون في الاكل ممكن تضيفي له معلقه صغيره من الكمون، هتديله طعم كمان. في ناس كتير عارفه الاكله ديت، واللي عارفها عارف طعمها ايه، مش محتاج ان انا اقول له على طعمها ايه. طب الاكله دي ممكن يتعمل جنب منها ايه؟ ممكن تحمري جنب منها بقى بتنجان وفلفل مع مخلل. لو انت حابه ان انت تسلقي بيض ممكن تعملي، بس البيض غالي، ممكن تستخفي بالبيض بالبتنجان والفلفل والمخلل وحلو قوي. ده أكلة النهاردة اهيت اقتصادية وعلى قد الإيد. يا رب تكون نالت إعجابكم. أسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.